سالي افو. درس اليوم هنتكلم فيه عن les adjectifs possessifs، صفات الملكية، وهنعرف مع بعض ازاي نختار صفة ملكية وبنختارها بناء على ايه. يوجد دروس إذا أردت أن تتعلم اللغة الفرنسية يجب أن تكون على دراية تامة بهم، ومنهم درس صفات الملكية اللي هنشرحه مع بعض دلوقتي، وأيضا درس أدوات النكرة، أدوات المعرفة، صفات الإشارة، والتلاتة موجودين على الصفحة. لسه درس أدوات التجزئة هنشرحه مع بعض بعدين. لو انت عايز تتعلم لغة، دول بيعتبروا أساسيات وبداية اللغة. أي حد عايز يتعلم فرنساوي لازم يكون على دراية تامة بالخمس حاجات دول، والخمس حاجات دول زي ما قلنا قبل كده بيطلق عليهم محددات. هيا بنا نبدأ درس اليوم. لكي تختار صفة ملكية صحيحة بيعتمد على حاجتين اتنين. أول حاجة الفاعل، تاني حاجة الكلمة اللي بعد النقط. دول اللي بيحددوا لي صفة الملكية المناسبة بالنسبة للجملة. وعشان نوضح أكتر، لو الفاعل عندي الضمير جو يبقى هختار صفة ملكية من التلاتة دول. أول صفة ملكية عندي ما، وتستخدم للمفرد المذكر. تاني صفة ملكية عندي ما، وتستخدم للمفرد المؤنث. أما تالت صفة ملكية عندي وهي مي، وتستخدم للجمع، سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم إن الكلمة عندي تكون جمع. طيب احنا عرفنا إن الفاعل جو، وعرفنا إن أنا هختار صفة ملكية من التلات، لا مو لا ما لا مي. طيب أنا هختار أنهي واحدة فيهم؟ اللي بيحدد لي بقى أنا هاخد أنهي واحدة فيهم الكلمة اللي بعد النقط. لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر هاخد الما، لو مفرد مؤنث هاخد الما، لو جمع هاخد المي. طيب احنا عرفنا لو الفاعل عندي جو هختار صفة ملكية ايه. طب لو الفاعل عندي تي، ايه صفة الملكية اللي هختارها؟ لو الفاعل عندي الضمير تي هختار صفة ملكية واحدة من التلاتة اللي هنقولهم مع بعض دلوقتي. تو، وتستخدم للمفرد المذكر، تا وتستخدم للمفرد المؤنث، والتي تستخدم للجمع، وزي ما قلنا سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم إن الكلمة تكون جمع. واللي قلناه مع الضمير جو هو نفسه اللي هنقوله مع الضمير تي. لو لقيت الفاعل عندي الضمير تي إذا هختار صفة ملكية من التلاتة، لا تو لا تا لا تي. طيب مين اللي هيحدد لي أخذ أنهي واحدة من التلاتة؟ الكلمة اللي بعد النقط. لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر هأخذ التو، لو مفرد مؤنث هأخذ الطا، لو جمع هأخذ التي. طب لو الفاعل عندي إل بمعنى هو أو إل بمعنى هي، صفات الملكية للاتنين واحد، وهم سون وتستخدم للمفرد المذكر، صا وتستخدم للمفرد المؤنث، سي تستخدم للجمع. وبكده نكون عرفنا ان لو الفاعل عندي الضمير إل أو إل، واحدة من الاتنين، لأن الاتنين لهم نفس صفات الملكية. طيب بختار صفة ملكية واحدة من التلاتة، لا سون لا صا لا سي، وده اللي بيحددها لي الكلمة اللي بعد النقط. لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر هأخذ الصو، لو مفرد مؤنث هأخذ الصو، طب لو جمع هأخذ السي. إنما لو ضمير الفاعل عندي نو بختار صفة ملكية واحدة من اتنين فقط لا غير، وهم نوتر، وتستخدم للمفرد سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث، المهم إن الكلمة اللي بعد النقط تكون مفرد. نو وتستخدم للجمع أيضا سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم إن الكلمة اللي بعد النقط تكون جمع. إذن لو ضمير الفاعل عندي نو بختار صفة ملكية واحدة من اتنين، لا نوتر لا نو، اللي بيحدد لي الكلمة اللي بعد النقط. لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد هختار أو هأخذ نوتر، لو جمع هأخذ نو. طب لو ضمير الفاعل عندي فو برضو هختار صفة ملكية واحدة من اتنين، لا فوتر وتستخدم للمفرد سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث، المهم إن الكلمة اللي بعد النقط تكون مفرد. أو صفة ملكية فو ودي تستخدم للجمع، وأيضا سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم إن الكلمة اللي بعد النقط تكون جمع. خلاص بقى مفروض نكون حفظنا مع بعض. إنما لو ضمير الفاعل عندي إل وإل أفيك إس بختار صفة ملكية واحدة من اتنين، وهنعرفهم مع بعض دلوقتي. ولكن ملحوظة مهمة إن الإل والإل أفيك إس بيختلفوا تماما عن إل وإل اللي احنا لسه قايلينهم فوق.
اللي فوق للمفرد بمعنى هو وهي، إنما دول للجمع بمعنى هم وهن، والاتنين ليهم صفات ملكية مختلفة عن بعض تماما. إذا il و elle avec s بنختار لهم صفة ملكية واحدة من اتنين، ألا وهم لير بتستخدم للمفرد سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث، المهم إن الكلمة اللي بعد النقط بتكون مفرد. أيضا لير ولكن avec s دي بقى بتستخدم للجمع، وبرضو سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم إن الكلمة اللي بعد النقط بتكون جمع. بعض الأمثلة علشان نطبق الكلام اللي احنا لسه قايلينه، والمثال اللي معانا جادور مون ليسي، أنا أعشق أو أحب مدرستي. حد يعرف يقول لي ليه أنا اخترت صفة ملكية مون؟ بعد الشرح اللي شرحناه مع بعض دلوقتي أكيد لازم تعرف، بس برضو أنا هقولك. الفعل عندي جو، إذا هختار صفة ملكية واحدة من التلاتة، لامون لاما لامي. خلاص وظيفة الفاعل كده انتهت. اللي هيحدد لي أنا هختار أنهي صفة ملكية الكلمة اللي بعد النقط اللي هي كلمة ليسي. كلمة ليسي أنا عارفة إن هي مفرد مذكر، إذا هأخذها واختار صفة الملكية مون. مثال تاني علشان نفهم أكتر، إلم سي كاماراد، معناها هو يحب رفاقه أو زملائه. الفعل عندي إيه؟ الضمير إل في المفرد، إذا هختار صفة ملكية واحدة من التلات، لا سون لا صا لا سي. طيب كلمة كاماراد مفرد ولا جمع؟ طبعا جمع، متضيف لها اس، إذا هأخذ صفة ملكية سي. وهكذا. أتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم. Merci à vous. Au revoir.